القصة ديال اليوم وقعت هنا في المغرب، وقصة حقيقية. كيفاش غادي يتسيف جن في هيئة إنسان كبير في السن، وغادي يدخل يجلس مع الأستاذ في الليل. وأشنو غادي يوقع، وكيفاش غادي يدوز ديك الليلة، كل شي غادي نشوفوه في هذا الفيديو. خليكم مع الانترو ونبداو. كلنا كنعرفوا باللي الأساتذة ملي يلاه كيتخرجوا ضروري ما كيمشيو يقريو في دوك البلايص اللي كيكونوا بعاد، فحال الدواور والعروبيات كيكونوا بعاد على المدينة بزاف. الصراحة كيتكرفصوا في الأول، ولكن كيبداو يولفوا شوية بشوية. القصة ديال اليوم على أستاذ يلاه غادي يتخرج وغادي يصيفطوا له واحد الدوار بعيد بزاف. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش اشنو هو الدوار، الدوار هو قرية صغيرة كتكون معزولة. كانوا صيفطوا الأستاذ باش غادي يقري تما في هذاك الدوار. هي هذيك، سافر مشى لتما، رحبوا به. كاع دوك الناس اللي كاينين تما في هذاك الدوار رحبوا به بطبيعة الحال، حيت كان جاي يقري ليهم وليداتهم. المهم في هذاك النهار الأستاذ وصل وكان عيان مع السفر، باغي غير يرتاح، حيت أصلا باقي غير نهار ولا يومين باش يبداو القراية، إذا خاصو يرتاح. جا عنده واحد السيد اللي مكلف بكاع دوك الأساتذة اللي كيجيو لذاك الدوار، سلم عليه ورحب به، وعطى لذاك الأستاذ واحد الدار تما كيعطيوها لأي أستاذ ملي كيجي يقري في هذاك الدوار، يعني كيعطيوه الدار باش يسكن فيها. دخل الأستاذ للدار لقاها عادية فحال قديمة شوية. دخل الكوزينة لقى الماعن اللي فيها مسخين فحال قدام، يعني شحال هادي ما مطيب فيهم شي واحد. ولكن واخا هكاك الأستاذ قال عادي، يقدر يكون شحال هادي ما جا شي واحد لهاد الدار. داكشي علاش قال عادي يكونوا مسخين. المهم خلى داكشي كامل ومشى للبيت باش يرتاح، حيت كان عيان باغي غير يرتاح. ولكن ملي دخل البيت لقاه حتى هو موسخ ومغبر، والفراش اللي فيه مغبر وكيبان داكشي قديم، يعني ما قدرش ينعس فيه. بقى واقف قال اش غندير. حيد داك الفراش القديم ودار الفراش ديالو اللي جاب معاه، فرش وهو ينعس. ومع العيا والسفر طاح الكاو. هي هاديك بقى ناعس واحد شويه، بدا كيسمع التوشويش في الدار، بحال شي واحد كيهضر في الدار ولكن بشي هضره ما مفهوماش. وهنا الاستاذ تخلع، قال مع راسو اشنو هاد الشي هذا، شكون غادي يكون كيهضر، وهاد الهضره منين جايه زعما. ناض مخلوع، خرج بدا كيقلب في الدار، ما كيلقى والو، حتى واحد ما كاين في الدار، يعني الامور عاديه. ما فهم والو، قال والله تنخرج نقلب على برا في الزنقه، نشوف واش هذيك الهضره غادا تكون جايه من برا. هي هذيك حل الباب ديال الدار، خرج. هذيك الساعه كان فات المغرب. صافي طل دور عينيه برا، ما بان ليه حتى شي واحد في الزنقه. لقى الزنقه خاويه، وخصوصا في الدواور كيكونوا كيخواو بكري، بنادم ما كيبقاش يدور. مهم ما لقى حتى شي واحد، رجع دخل سد عليه الباب وقال وقيلا راه غير مع العيا، غادي نكون غير كنتخايل هاد الشي. صافي هو ينسى، ومشى دخل الكوزينه، غسل الماعن وبدا كينقي في الخضره، ونصب واحد طاجين 5 صيب هذاك الطاجين نضاه وحطه فوق البوطه وبدا كيتسناه يطيب. مشى البيت الاخر، شاد التليفون وبقى شاد الستون. بما طاب الطاجين واحد شويه كيسمع الدقان في الباب. شكون جاي عندي دابا، شكون جاي عندي في هذا الليل وفي هذا الوقيته وانا ما كنتسنى حتى شي واحد. وايلي، قال والله حتى نحل الباب نشوف شكون. هي هذيك ناض حل الباب، ما بان ليه حتى واحد. شكون دق عليا. خرج راسو برا في الزنقه، دور عينيه، طل ما بان ليه حتى شي واحد، كاين غير الظلام. وحتى زعما لا بغى يقول مع راسو راه غادي يكونوا غير الدراري الصغار هما اللي كانوا كيلعبوا دقوا وهربوا، ولكن راه الليل والصقيل، ما كاين لا دراري صغار ولا دراري كبار، يعني بنادم مفقود.
ما فهم والو، قال العجب، سد الباب ديالو ودخل في حالاته. بقى جالس وكيفكر في هذا البلان. وشكون جا دق عليه؟ كيفاش هذا البلان كيدقوا في الباب وكيهربوا؟ ما فهمش. قال مع راسو راه يقدر يكون غير البرد اللي حرك الباب، ولكن ما يمكنش، حيت راه سمعت 3 دقات. ما يمكنش يكون البرد. وكيفاش هاد الفيلم هذا ما بقى فاهم والو، يعني صافي تخلع. بقى شاغل راسو كيفكر في هاد البلان حتى كيسمع عاوتاني الدقان، و3 دقات عاوتاني. شكون هذا اللي كيجي يدق وكيمشي؟ هنا الاستاذ تخربق، ما بقى فاهم والو، وقال والله ما نحل هاد الباب. بقى جالس كاع ما مسوق. واحد شويه كيسمع عاوتاني الدقان. الاستاذ هنا بدا كيضر راسو، ولا باغي يعرف شكون اللي كيدق. قال واخا اخر مره غادي نمشي نحل الباب. هي هذيك ناض حل الباب وهو يتصدم. بان ليه واحد الراجل كبير في السن، عنده واحد اللحيه طويله بيضة، وحتى اللباس ديالو اللي لابس بحال موسخ شويه ومغبر، يعني مبهدل. المهم الاستاذ قال ليه السلام وعليكم السلام، اشحب بالخاطر الشريف. جاوبوا هذاك الراجل الكبير وقال ليه ولدي انا طالب ضيف الله، كنت دايز من هاد الدوار وفات عليا الحال وطاحت عليا الظلمه وما عندي فين نبقى. جيت دقيت في هاد الدار، خرجتي لي انت وانا طالب ضيف الله عندك اليوم. الاستاذ بقى غير كيشوف، ما فهم والو. بقى فيه هذاك السيد بان ليه راجل كبير وكاين البرد والظلام. قال اش غادي ندير؟ ويقول ليه صافي دخل مرحبا. هي هذيك دخل، رحب بيه، قال ليه مرحبا جلس معايا. قال ليه اليوم لقيتيني داير واحد طاجين ناضي وغادي تاكلوا معايا، جابك الله غادي تاكل معايا هاد الطاجين راه مازال كيطيب. ولكن هنا الشيباني سولو واحد السؤال بحال غريب شويه. قال ليه واش داير الملحه في الطاجين؟ قال ليه الاستاذ غير شويه وصافي، راه كندير غير شويه ما كنكثرش الملح بزاف. الشيباني قال ليه لا غير سمح لي يا ولدي، راه ما غاديش ناكل معك الطاجين. قال لي الاستاذ وغير تشرك معايا الطعام وانا رحبت بيك وكبرت بيك، ضروري خاصك تذوق معايا الطاجين وقول لي كيف جاك، لا ما تخسر لي خاطري، غير ونسني في الطاجين، راه درت غير شويه ديال الملح وصافي ما تخافش. الشيباني بقى كيشوف وهو يقول له صافي ماشي مشكل، مرحبا غادي ناكل معك هاد الطاجين اليوم. هي هذيك جابوا الطاجين حطوه، قطعوا الخبز وبداو كياكلوا في الطاجين. ولكن هنا غادي يتبدل هادشي كامل. الراجل الشيباني مع بدا كياكل في الطاجين وعينيه ولاو حمرين بزاف، وهو كياكل في الطاجين وعينيه كيزيدوا يحمروا ولاو حمرين بزاف ومعرقين. الاستاذ هز عينيه شاف الشيباني، بان ليه الشيباني فحال بدا كيتبدل والملامح ديالو تبدلوا وعينيه ولاو حمرين اللون ديال الدم. قال في خاطرو اش هادشي؟ ما قدر يقول والو حتى كلمه. الاستاذ حضر راسو في الطاجين وبقى كياكل، ما قدرش يهضر معاه وما قدرش يهز عينيه يشوف فيه. اللقطه صعيبه بزاف. وهنا الشيباني عاق بان هذاك الاستاذ حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. هو يدوي مع الشيباني وقال ليه شوف ولدي، انا غادي نجيك من الاخر، انا راه ماشي انسان، انا راجل مسير، وهاد الدار اللي فيها انت دابا راه الدار ديالي. انا في الصباح ملي جيتي ودخلتي للدار ما بغيتش نأذيك، ما بغيتش نقرب ليك، ولكن حتى اليوم تسيفت بصفة تاع انسان وجيت عندك باش ندوي معاك، وبغيت ننبهك غدا ما نبغيش نلقاك في الدار. يعني غدا غادي تجمع حوايجك وغادي تمشي، وإلا بقيتي هنا في هاد الدار راه ما غاديش يعجبك الحال، هاديك الساعة غادي تشوف شي حوايج آخرين. المهم قال لي الشيباني الله يعاون وغادي يخرج من تما.
الأستاذ كرم في بلاصتو، تبلوكا ما بقى فاهم والو، تخلط عليه الدق، كل شي ظلام عليه. اواه، تاش هاد الشي اللي طرا ليا اليوم. بدا كيدور في السينتا هاد السيناريو اللي وقع لي اليوم، صافي بقى مبلوكي في بلاصتو، ما فهم والو في هاد الروينه كامله. بقى بارك بزاف تاع الوقت غير في بلاصتو، غير كيفكر، حيت مازال ما استوعب هادشي اللي وقع ليه اليوم، بقى مصدوم. المهم بغى يمشي ينعس، ما جاش النعاس نهائيا، بقى فايق الليل كامل. بيني وبينكم، كون كان شي واحد في بلاصتو واش غادي يجي ينعس في هذيك الدار؟ لا، راه ما يمكنش. داكشي علاش ما قدرش ينعس في ديك الليله حتى للصباح. الاستاذ غادي يجمع كاع حوايجو وغادي يمشي ديريكت عند هذاك السيد اللي مكلف بالاساتذه، يعني السيد اللي عطاه الدار. مشى عنده قال لي السلام وعليكم السلام، هاك اخويا السوارت ديال الدار. قال لي داك السيد مالك اشنو كاين، ياك لاباس؟ قال لي الاستاذ لا والو، ما كاين حتى شي باس. قال لي هاك السوارت ديالك والله يعاون، راه ما بقيتش غادي نقري في هاد الدوار، انا رجع اخويا غير للمدينه ديالي. داك السيد قال ليه اشنو كاين، حيت انا اللي ما تفهمش ليا هو ان اي استاذ كيجي كيدخل لهاد الدار الغد ليه كيخرج، ما فهمتش كيفاش هاد البلان. قال ليه الاستاذ لا لا والو، ما كاين حتى شي حاجه، الله يعاون اخويا وبسلام. وفي البلاصه الاستاذ ديالنا غادي يركب في طاكسي وغادي يرجع الدار ديالو في المدينه ديالو، وما غاديش يبقى يرجع لذاك الدوار نهائيا. الى هنا تنتهي قصتنا. الى وصلتي حتى لهنا ما تنساش تشترك في القناه باش يبقى يوصلك الجديد، وخلي معك لايك وتعليق باش تعطيوني الرأي ديالكم في القصة، ومنها تدعموني على مواصلة العمل. تهلاو.